كان سيرين ومراد عمالين يتخانقوا لحد ما وصلوا عند القصر، وبرضه لما وصلوا قعدوا يتخانقوا. مراد أول ما دخل القصر قرر إن هو يتجاهلها ومشي، لكن هي قالت له: أنت رايح فين؟ هو أنت بتعاملني كده ليه؟ ما تعاملني باحترام شوية. أنت إيه ده؟ وطي صوتك. مش موطية صوتي. طيب هي الحلوة كانت رقاصة؟ نعم. ده أنت اتجننت خالص، أنت إزاي تكلمني بالأسلوب ده؟ كانوا بيتخانقوا لحد ما ظهر صوت الجد. القصر كله كان متجمع حوالين صوته. الجد قرب من سيرين وبصلها شوية بغضب، وملامحه كانت حادة جدا. الواضح إنه كان متعصب جدا. ضربها بالقلم. من شدة الألم كانت حاسة إن هي هتقع في الأرض. بصت للجد كره وحدة، ودخلت على الأوضة بتاعتها جري. خديجة طلعت وراها، أما عن الجد فبصلها بنظرات حد وراقبها وهي داخلة على أوضتها. سيرين كانت قاعدة في الأوضة ومتعصبة ومش طايقة نفسها. هي محدش ضربها قبل كده. كان قلبها محروق قوي بسبب إن هي اتضربت بالقلم قدام كل الموجودين في القصر، حتى كمان الخدم. إذا ما كانش إن الجد ده هو أصلا اللي كان راميها في الملجأ، هو اللي كان مدمر حياتها. حتى لما لقاها عاوز يدمر لها حياتها تاني. خديجة قعدت جنب سيرين. أنا مش عارفة أقولك إيه، بس الصراحة كده اللي إحنا عملناه ما كانش حلو. هو بس كان قلقان علينا يا بنتي. فيها ايه دي؟ طب على فكرة بقى، جدك ده بيحب. هو عمل كده اكيد كان خايف علينا. احنا نزلنا اصلا في وقت متأخر، والصراحة اللي احنا عملناه كان غلط قوي يا سرين. سرين بصت لها بحد. هي مش طايقة انها تتكلم مع حد دلوقتي خالص. طيب انا نازلة تحت في الجنينة، عايزة اقعد مع نفسي شوية. عايزة اقعد مع نفسي شوية. تمام. تمام. كانت واقفة في الحديقة الكبيرة الواسعة، والهواء النقي كان بيدخل صدرها، وبتاخد أنفاسها وبتاخد أنفاسها بهدوء. مراد قرب منها. انت شايفة اللي انت عملتيه ده كان كويس؟ سيرين، عمران كان خايف عليكي. هي دي بس كل القصة، وانت اللي كنت غلطانة أصلا. طيب اسمعي، أنا كنت عايز أقولك على موضوع مهم. بكرة يبقى فيه حفلة عشان خاطر صفقة، والحفلة هتبقى هنا في القصر. فاحنا هنقول اللي احنا مقعدينك إن انت يعني بنت وهتقعدي معانا فترة مؤقتة. هو ده اللي احنا هنقوله قدام الصحفيين. تمام. لحد ما نتأكد من موضوع إن انت بنت أسد أو بنت عمي. تمام. سيرين هزت راسها بمعنى تمام. مراد بصلها بابتسامة. اللي انت عملتيه كان هو اللي غلط على فكرة. انت اللي غلطانة. فكري في الموضوع شوية. أنا داخل أنام. تصبحي على خير. كان داخل العمارة، وكان داخل الشقة اللي ورثها من باباه، ومن غير ما كان ورثها كان زمانه في أي حتة، بالعافية كمان. كان داخل ولابس الشنطة، وباين على وشه المشقة والإرهاق. قبل ما يدخل الشقة اللي قدامه فتحت، وخرجت بنت اللي هي تبقى جارته، وظهر على وشها ابتسامة. انت جيت؟ حالها. انت إيه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ عادي، بكرة ما كانش عندي جامعة، ففضلت قاعدة مستنياك عادي. طيب انت ايه اللي وقفك هنا؟ يا بنتي ادخلي، ما ينفعش اي حد يشوفنا كده. تمام، بس رن عليا على الموبايل ماشي اول ما تدخل الشقة. باي. باي ماشي. دخل الشقة اللي كان ما فيهاش غير مامته. مامته اول ما شافته ظهر على وشها ابتسامة. انت جيت يا ابني؟ ايوه يا ماما. حضنته الام. بقول لك ايه، ادخل خد شاور عبال ما انا اسخنك الغدا. تمام. تمام يا ماما. دخل اخد الشاور اللي بيسحب كل تعب وإرهاق اليوم كله. هو بيتعب جدا طول اليوم، يا دوبك بيفضل يدرس في الجامعة، وبيخلص الجامعة على الساعة 4 أو 5، ويا دوبا أول ما بيخلص بيروح على الشغل. يفضل شغال لحد ما يرجع دلوقتي على الساعة 10 9، وممكن كمان 1. لولا الشقة إن هو ورثها من باباه، كان زمانه قاعد في أي حتة، في منطقة شعبية وفي شقة صغيرة جدا. لكن الشقة اللي هو ورثها من باباه واسعة
وفي مكان كويس تعتبر. هو يبقى اسمه طاهر في كلية الطب. أخد الشهر وقعد على السفرة الصغننة وهو بياكل وبيتناقش مع مامته ويضحكوا في الذكريات. عنده نورة رمت الموبايل بملل. هي تعبت من روتين يومها، من روتين حياتها. هي ملهاش أي قرار. ممكن القرارات الوحيدة اللي هي بتاخدها إن هي دلوقتي عايزة تشرب مية بتشرب بس. لكن كل حاجة مامتها هي اللي بتختارها. نورة فريدة شخصية عفوية، على طول متوترة، بتخاف من أقل حاجة. كل حاجة عندها منها فوبيا. من كتر ما مامتها هي اللي بتختار كل حاجة، هي بقت بتخاف تختار حاجات في حياتها، لأن مامتها على طول بتستهزأ بيها. لكن ابنها بتدلعه أكتر من فريدة بكتير. ابنها اللي سافر وشكله كده مش ناوي إن هو يرجع، واللي أصلا بيتجاهلها طول الوقت مخنوقة. بس هي مش قادرة تتكلم، حتى هي ما عندهاش أصدقاء. ولما بتصاحب حد تفتكر إنها صاحبت مرتين، لكن المرتين مامتها ما كانتش بتحبهم يقعدوا معاها ولا هي تقعد معاها. كانت بتصاحبها بس على اللي هي عايزاهم يتصاحبوا عليها. حتى دلوقتي كمان عايزة اتجوزها الشخص اللي هي مش بتحبه أصلا، وهو كمان مش بيحبها أصلا. لكن هي بغبائها ما بيبقاش عندها حل غير إنها تسمع كلام مامتها. تاني يوم كانت نورة واقفة في القصر وعمالة تتمشى فيه وبتبص على الخدامين وهما بيروقوا عشان خاطر حفلة النهاردة. كانت واقفة بنت على باب القصر، قالت للحراس إن هي جاية تبع نورة، وفعلا دخلت القصر. قالت لنورة: السلام عليكم. امم انتي الشغالة الجديدة؟ ايوه انا هي الشغالة الجديدة. نورة قعدت تتكلم مع البنت شوية، والبنت عرفت إن نورة مش سهلة خالص ومعاملتها هتكون صعبة، بس هي لازم تشتغل الشغلانة دي لأسبابها الخاصة. طيب، حلو، انت هتشتغل هنا في القصر، بس أو مع أول غلطة حتى لو كانت بسيطة هتردك. والنهاردة عندنا حفلة، لازم تكون كل حاجة منظمة، وما تعمليش أي حاجة من دماغك. اللي أمر بيه هو اللي هيتعمل وبس. تمام؟